3 2 1. لو سألتك يا أميجو هو إحنا ليه بننسى؟ غالبا هتقولي عشان مخنا مرهق أو كبرنا، بس إيه رأيك لو قلتلك إن العلم بيقول العكس تماما؟ النسيان مش خلل في النظام، النسيان هو أعلى مراحل الذكاء. مخك بينسى عشان يقدر يفكر وعشان يحميك من الجنون. النهاردة هنعرف ليه الإنسان اللي فاكر كل حاجة هو إنسان حياته جحيم، وليه مخك مش فاكر أنت شلت المفاتيح فين، مع إن الموضوع ده ما عداش عليه غير 5 دقايق بس، وفي نفس الوقت تلاقيك فاكر كلمات أغنية تافهة من سنة 90. هنعرف كمان ليه الموبايل والسوشيال ميديا خلونا مش عارفين نركز في جملتين على بعض، لكن كل ده هيحصل بعد ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم كل خير، انما كنتم اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم لمعلوماتك. حماده صاحبنا، فاكره يا اميجو اللي كان مكسل في حلقه ملوك الانتخه، واللي لو لسه ما اتفرجتش عليها هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النهارده عنده مشكله تانية. لا يا اميجو، هو مش كسلان، هو ناسي. حماده بيبقى قاعد بيذاكر او بيشتغل وفجاه يقرر يفتح الموبايل يشوف الساعه كام، يلاقي نفسه لا اراديا فاتح الفيسبوك، يقعد ساعه يقلب ويقفل الموبايل، وبعد كده يسأل نفسه هي كانت الساعة كام صحيح؟ حمادة فاكر إن مخه ده هارد ديسك مساحته خلصت، وده اللي بيسبب له النسيان. بس الحقيقة إن الموضوع أعقد من كده بكتير، وعشان نفهم حمادة بينسى ليه لازم الأول نتعرف على الراجل اللي قرر يحفظ كلام فارغ عشان خاطر العلم. عشان نفهم حمادة بينسى ليه لازم نرجع بالزمن لسنة 1885، وقت ما كان عالم النفس الألماني هيرمان إيبنجهاوس قرر ينشر نتائج تجربة مجنونة قعد يعملها على نفسه لمدة 7 سنين. تخيل يا أميجو، الراجل ده من سنة 1878 وهو حابس نفسه وقاعد يحفظ قوائم كلمات ملهاش أي معنى عشان يضمن بس إن مخه ملوش ذكريات سابقة معاها، وقاعد يراقب نفسه بدقة إزاي وإمتى بينساها، والنتائج اللي وصل لها هي اللي خلتنا النهاردة فاهمين يعني إيه ذاكرة أصلاً. هيرمان اكتشف حاجة صدمت العالم وقتها وسماها The Forgetting Curve، منحنى النسيان. اكتشف اننا بنفقد حوالي 50% من اي معلومة جديدة بنعرفها في اول ساعة بس، يعني بعد اول ساعة نص المعلومة بيكون طار، وبعد يوم بنكون ودعنا 70% منها، وده لمصلحتنا. يعني يا اميجو، نسيانك ده مش غباء، ده سيستم طبيعي في مخك بيحاول يحميك من الانفجار المعلوماتي. وطبعا هتسألني دلوقتي هو المخ ده شغال ازاي؟ بص يا اميجو، انت عندك نوعين من الذاكرة. اول واحدة الذاكرة قصيرة المدى، الشورت تيرم ميموري، ودي عاملة زي الرامات اللي في الكمبيوتر، مساحتها صغيرة جدا، يعني بتشيل حوالي 7 حاجات بس في المرة الواحدة وبتمسح نفسها اول باول. دي بقى اللي بتشيل فيها رقم تليفون لسه سامعه او مكان المفاتيح اللي رميتها وانت داخل. تاني حاجة الذاكرة طويلة المدى، اللونج تيرم ميموري، ودي بقى الهارد ديسك العملاق اللي متخزن فيه اسمك وعناوينك وذكريات طفولتك. المشكلة بقى بتبقى في عملية النقل ما بين النوعين دول من الذاكرة. في منطقة في نص مخك شكلها عامل زي فرس البحر الصغير اسمها الهيبوكامبوس، الحصين، والحصين ده هو مدير الأرشيف. أي معلومة بتدخل المخ بتعدي عليه الأول، وهو اللي بيقرر إذا كانت دي معلومة تافهة فارميها في الزبالة، الذاكرة قصيرة المدى زي مكان المفاتيح، ولا دي معلومة مهمة أنقلها للهارد ديسك فورا، الذاكرة بعيدة المدى زي تاريخ ميلاد خطيبتك عشان ما تتنفخش. طب المدير ده بيقرر بناء على ايه؟ بيقرر بناء على حاجتين، التكرار والمشاعر. لو المعلومة ارتبطت بوجع او فرحة او خوف، الحصين بيعتبرها مسألة حياة او موت وبيثبتها بمسامير في دماغك. عشان كده يا اميجو، انت فاكر اللحظة اللي اترفدت فيها من الشغل بس ناسي اتغديت امبارح. وهنا بقى السر والسؤال المهم جدا، ليه تتر كرتون سابق ولاحق او اغنية بابا فين محفورة في دماغنا لحد دلوقتي مع انهم من زمان قوي؟ اولا يا اميجو، لانك وانت صغير كنت بتسمع الحاجات دي بتكرار مرعب، والتكرار ده هو اقوى وسيلة لاقناع الحصين ان المعلومة دي مهمة ولازم تعيش للابد. ومن هنا جه المثل العربي القوي ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ما بيتمسحش ولا بيتنسى. ثانيا، لان الحاجات دي مرتبطة بالدوبامين ومشاعر السعادة والراحة اللي كنت بتحس بيها وانت طفل.
المخ بيعمل حاجة اسمها انكودنج، يعني الترميز. لما بتسمع أغنية مخك مش بس بيحفظ الكلمات، ده بيحفظ معاها ريحة المكان وشعورك وقتها والجو كان عامل ازاي. فمجرد ما تسمع أول نغمة منها تاني المخ بيعمل ريكول، بيعمل استدعاء لكل الملفات المرتبطة باللحظة دي. وعلى العكس تماما، وانت بتحط المفاتيح انت غالبا بتكون بتفكر في 100 حاجة تانية. يا ترى ماما عاملة اكل ايه، عاوز ادخل الحمام، محتاج اغير هدومي. وده اللي بنسميه تشتت ذهني. فمخك بيعمل العملية دي بطريقة اوتوماتيكية من غير ما يبعت اشارة قوية للحصين. فالمعلومة بتموت في الذاكرة قصيرة المدى قبل ما تتسجل اصلا. وده السر في انك مش بتبقى فاكر حطيت المفاتيح فين، مع ان الموضوع لسه حاصل حالا. كل اللي فات بقى كوم، والبعبع بتاع عصرنا الحالي كوم تاني: السوشيال ميديا. انت عارف اننا بقينا بنعاني من حاجة اسمها الزهايمر الرقمي. زمان قبل التليفون مخنا كان بيضطر يحفظ ارقام تليفونات وعناوين ومواعيد كتيرة، لكن دلوقتي احنا نقلنا الوظيفة دي للموبايل. جوجل بقى هو ذاكرتنا البديلة. لما بتعرف ان المعلومة موجودة على جوجل مخك بياخد قرار فوري انه ما يحفظهاش. ده غير ان السكرولينج السريع بيخلي مخك في حالة صدمة معلوماتية. انت بتشوف فيديو طبخ، بعده خبر سياسي، بعده واحد بيرقص، بعده نصيحة طبية، كل ده في دقيقة. المخ هنا بياخد وضعية الدفاع عن النفس وبيعمل سكيب لكل ده عشان ما يتحرقش. والنتيجة ذاكرة ضعيفة، تشتت دايم، وحمادة لسه بيدور على المفاتيح. طبعا يا اميجو تلاقيك بتقول دلوقتي في سرك ده الموضوع طلع صعب وملوش حل ولا في امل. لا طبعا في امل. امال انا هنا بعمل ايه؟ وبدل الحل اديك 4. مخنا يا اميجو بيعشق القصص وبيكره الارقام والبيانات الناشفه، وعشان كده اول طريق للحل هو الربط الخيالي. يعني لو عاوز تفتكر اسم شخص او معلومه تقيله ما تحاولش تحفظها زي ما هي كانك بغبغان، حولها لقصه مضحكه او مشهد غريب جدا في خيالك. يعني لو بتقابل واحد اسمه احمد شجره بلاش تقعد تكرر الاسم في سرك، تخيله راسه فعلا طالع منها فروع وشجر وعصافير واقفه عليها. المشهد العجيب ده بيعمل صدمة إيجابية لمدير الأرشيف اللي في دماغك، فبيسجل المعلومة فورا بقوة ومستحيل تنساها لأنك ربطتها بصورة بصرية مرسومة بفن جوه الهارد ديسك بتاعك. تاني حاجة هي إنك تبطل نظام ليلة الامتحان وتمشي بمبدأ هيرمان إيبنج هاوس اللي هو التكرار المتباعد. المخ عامل زي العضلة اللي محتاجة تمرين وتسخين، فبدل ما تقعد تذاكر 10 ساعات في يوم واحد وتفتكر إنك كده بطل، أنت كده ببساطة بترمي مجهودك في الزبالة. الحل العلمي إنك تراجع المعلومة بعد ساعة، وبعدين بعد يوم، وبعدين بعد أسبوع. التكرار الهادي ده بيبني كوبري خرساني قوي للمعلومة جوه دماغك بدل الكباري الورق اللي عمرها قصير، وبالتالي المعلومة بتفضل محفورة في الذاكرة طويلة المدى سنين كتيرة ومن غير أي مجهود إضافي. تالت حاجة هي النوم يا أميجو. والنوم مش مجرد راحة للجسم زي ما انت فاكر، ده عملية صيانة شاملة ومعالجة بيانات للهارد ديسك اللي جوه دماغك. وانت نايم المخ بيبدأ يفرز كل اللي شفته طول اليوم، بيمسح البيانات التافهة ويرتب المعلومات المهمة ويوصلها ببعضها. لو ما نمتش كويس فانت بتسيب ملفاتك مكركبة وسايحة على بعضها، ومهما حاولت تذاكر أو تحفظ بعد كده مخك مش هيلاقي مكان نظيف يسجل فيه الجديد. النوم العميق هو الوقت اللي الذاكرة بتتحول فيه من مجرد شخبطة لمعلومة ثابتة وموثقة تماما. فبلاش تيجي على حق مخك في الراحة. لكن خلي بالك الموضوع مش بس عدد ساعات، الموضوع في الأصل توقيت. مخك جواه مايسترو عبقري اسمه الساعة البيولوجية، وده سيستم متبرمج فطريا على دورة ال 24 ساعة المرتبطة بالليل والنهار. الناس اللي بتقلب يومها وتخلي ليلها نهار ونهارها ليل بحجة انهم كائنات ليلية، الحقيقة انهم بيعاندوا الطبيعة وبيظلموا مخهم جدا. النوم بالنهار مهما كان طويل مستحيل يقوم بنفس الوظيفة اللي بيعملها النوم بالليل، لأن فيه هرمونات زي الميلاتونين وعمليات غسيل الدماغ من السموم ما بتحصلش بكفاءة إلا في ساعات الظلام التام. وعشان كده هتلاقي الشخص اللي قالب يومه ده بيعاني دايما من ضبابية ذهنية وتشتت، لأن ذاكرته ببساطة بتحاول تسجل بيانات في وقت المفروض إنه وقت الصيانة الرسمي، فبتكون النتيجة دايما نسيان طول الوقت. أما الحل الرابع والأهم بقى فهو إنك تبطل تشتت وتجبر نفسك تكون حاضر ذهنيا في اللحظة اللي بتعمل فيها حاجة تافهة بس مهمة. يعني لما تيجي تحط مفاتيحك أو تركن عربيتك بلاش تعمل كده وأنت بتفكر في خناقة الشغل أو ماتش الكورة أو الغدا. كلم نفسك بصوت عالي وقول أنا حطيت المفاتيح دلوقتي على الترابيزة اللي في الصالة. الحركة دي ببساطة بتجبر الوعي عندك إنه يصور اللحظة دي بوضوح ويرسل إشارة تنبيه قوية للمخ إن اللي بيحصل ده مهم ومقصود. وبالتالي لما تيجي تدور عليها بعدين مخك هيطلع لك الملف فورا وبسهولة غير متوقعة بدل التدوير الكتير اللي بيضيع وقتك.
في النهاية يا أميجو، النسيان مش دايما عدو، ساعات بيكون نعمة عشان نقدر نتجاوز المواقف الصعبة ونوسع مكان في مخنا لمعلومات جديدة ومهمة. بس المهم إنك تختار مخك يخزن إيه، وما تسيبش الموبايل هو اللي يسوق ذاكرتك. وسؤالي ليكم أعزائي الأميجوس، إيه أغرب معلومة تافهة ذاكرتكم محتفظة بيها ورافضة تمسحها؟ وإيه أكتر حاجة مهمة دايما بتنسوها؟ ده إحنا هنشوف البدع في الكومنتات. وعاوزك يا اميجو تعمل منشن لصاحبك اللي بيسألك كل 5 دقايق احنا كنا بنقول ايه، ده لو كنت لسه فاكر اسمه اصلا. واهم حاجة نطلع بيها بقى من حلقة النهاردة، انكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على اوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الاسطوريادور، ونشوفكم الحلقة الجاية، ده لو منسناش نعملها. نستودعكم الله.